السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد أعزائي الكرام مشاهدي الأوفياء. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم جميع الملخصات ديال مادة الاجتماعيات بالنسبة للمستوى السادس، ان شاء الله كمراجعه يعني باش تعتمدوا عليهم في الحفظ للفرض الثاني، وبالنسبه للامتحان المحلي اللي غادي يكون عندكم ان شاء الله في نهايه الدوره. نبدا على بركه الله. اول درس هو في ماده التاريخ، منهجيه معمل المؤرخ. ماذا يقصد بالوقائع التاريخية؟ منهجية تفسير الوقائع التاريخية وكذلك خطوات التركيب السردي التاريخي. هذا هو احنا غادي نحاول نختصر لكم شوية. المهم نتوما هو الملخص قدامكم، ممكن انكم توقفوا الفيديو حتى تكتبوه او تحفظوه، مهم باش يبقى عندكم، لان هذا هو الملخص، يعني شي حاجة اللي مهمة اللي كتحط في الامتحان. يعني هادو هما الحوايج اللي كيتحطوا فيه بالضبط، يعني كل ملخص، يعني كل بالنسبة لكل درس هما يعني أهم الأسئلة اللي هما غادي تحطوا في سواء في الفرض أو في الامتحان إن شاء الله. داك الشيء علاش أنا فضلت نحط لكم ملخص قدامكم، باش اللي ما عندوش بالنسبة للتلاميذ المستوى السادس اللي ما عندوش الملخص يكتبوا ويحفظوا إن شاء الله، وغادي تكون النتيجة إن شاء الله إيجابية. بلاش ما نطولش عليكم الدرس، غادي ندوز الفيديو، غادي ندوز الدرس الثاني دائما مع مادة التاريخ. الدرس الثاني اللي هو هذا: المغرب مهد الإنسان العاقل، إنسان جبل أغود. أنا بديت لكم من بداية السنة، لأن الامتحان المحلي غادي يكون عندكم من بداية السنة الدروس كاملين. هنايا السؤال الأول: ما هي عصور ما قبل التاريخ؟ اللي هو العصر الحجري الأعلى، العصر الحجري الأوسط، العصر الحجري الأسفل. هادشي راه قريتو في الدرس هذا. ثاني سؤال: اكتشاف بقايا إنسان جبل أغود، يعني أين تم اكتشاف بقايا إنسان جبل أغود؟ يعني تم بالمغرب اكتشاف البقايا العظمية البشرية التي تنتسب إلى الإنسان العاقل، بالضبط بجبل أغود بمنطقة آسفي. يعني يرجع ذلك إلى عمرها حوالي 30,000 حوالي 3 مليون ألف سنة. هنايا حوالي كنظن 3 مليون ألف سنة. وهذا الاكتشاف جعل المغرب يصبح مهد الإنسان العاقل بدون منازع، بعد أن كان يعتقد أن جنوب إفريقيا هي أصل الإنسان العاقل. واهم حاجه ثاني السؤال الثالث اللي هو حياه الانسان جبل ايغود، يعني كيف كانت هذه الحياه، حياه انسان جبل ايغود. يعني كان في البدايه يسكنون الكهوف ثم الاكواخ، وفي المرحله المتقدمه بداو يتقدموا، بنوا المنازل والقرى، وكان يعيشون على التقاط جمع الطعام، ثم بدا في الصيد والقنص. يعني سؤال اخر قدرت تحط لكم شنو هو شنو هي يعني كيفية يعني عيشهم. كان يعيشون على الالتقاط وجمع الطعام، ثم بدأ في الصيد والقنص، وبعد تناقص الوحيش اتجه نحو السواحل، حيث بدأ في استهلاك القواقع الرخويات والأسماك. كما صنع الأدوات، هذا سؤال مهم هو كيتحط في الامتحان، يعني صنع الأدوات من الخشب والحجارة والعظام. يعني هذا هو الدرس، وهذا هو الملخص. اللي ما عندوش يكتبوا ويحفظوا، راه غادي يفيدكم ان شاء الله. غادي ندوزو للدرس الثالث اللي هو المغرب في العصر القديم، مظاهر الحضاره الامازيغيه. يعني عاش الامازيغ هنايا، عاش الامازيغ ربما اين عاش الامازيغ؟ عاش الامازيغ في المغرب في العصر القديم، واسسوا مدنا في شمال المغرب، مثل ماذا؟ مثل طنجة وسبتة. يعني شنو هما المدن؟ طنجة وسبتة ومقادور اللي هي الصويرة. واعتمدوا في عيشهم على ماذا؟ اعتمدوا في عيشهم على الزراعة، حيث كانوا يمارسون الزراعة وتربية الماشية، على الصيد مثل النعام، كما مارسوا الصيد البحري خصوصا الأصداف والمحار، على الصناعة حيث ما برع الأمازيغ في صناعة الأدوات من الفخار والمعادن، كما نسج الألبسة من الصوف والجلد.
وكانت يعني شنو هي المعتقدات ديالهم الدينيه، فكانوا يدينون بالمسيحيه واليهوديه، ولكن الوثنيه هي اكثر انتشارا عندهم. يعني الوثنيه هي اللي كانت كتنتشر عندهم بزاف. المهم هادو هما اهم الاسئله اللي تقدروا تحطوا في هذا الملخص هذا. غادي ندوز دابا الدرس هذا هو الدرس الاخير اللي قريته يعني في التاريخ. عندكم هنايا تقريبا كنظن 4 دروس. نشوف عندكم هذا 3 دروس، 3، وهذا هو الرابع. الرابع وهذا مظاهر من حضارة الأدارسة. تأسست مدينة فاس على يد إدريس بن عبد الله عام 789. سؤال مهم اللي هو يعني على يد من تأسست هذه المدينة فاس؟ على يد إدريس عبد الله عام 789 ميلادية، وجعلها عاصمة للدولة الإدريسية. تكون من قسمين: عدوة الأندلسيين بها مسجد الأشياخ، وعدوة القرويين بها جامع القرويين ومسجد الشرفاء، إضافة إلى الفنادق والحمامات. بماذا عرفت فاس؟ يعني عرفت فاس بأراضيها الخصبة الغنية بمراعيها بالملح والحجر والأشجار المختلفة. وتميزت فاس بوظائف متعددة، يعني هادو هما الوظائف قدامكم بلا ما نطول عليكم الفيديو أكثر. كاينة سياسيا، كاينة اقتصاديا، كاينة تجاريا، وكاينة ثقافيا. ما عليكم إلا تحفظوا، راه بحال هادشي اللي كيتحط في الامتحان. ولتشجيع الحركة التجارية صنع الأدارسة عملة فضية ونحاسية. يعني شنو هي اللي كتشجع الحركة التجارية؟ صنعوا الأدارس عملة فضية ونحاسية. المهم وللقيام بتحليل النص التاريخي حول فاس كنتابعوا واحد الخطوات اللي هي هما هادو قدامكم. هذا فيما يخص مادة يعني التاريخ. غادي ندوزو دابا بالنسبة للجغرافية. الجغرافية عندنا هي 4 دروس تقريبا. عندنا أول درس اللي هو خريطة العالم مسطحة، من ماذا يتشكل العالم. هنا الدرس هذا غادي يعني غادي يبين لنا أول سؤال اللي هو مناش كيتشكل العالم. يتشكل العالم من 5 قارات. شنو هما هاد القارات؟ هما أوروبا، أفريقيا، أمريكا، آسيا وأوقيانيا. وبالنسبة إضافة إلى القارة القطبية الجنوبية والشمالية. كما يتشكل أيضا من محيطات، يعني فيه المحيطات اللي هما المحيط الهادي، المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي، والمحيط المتجمد الشمالي والجنوبي. أعيد بالنسبة يعني هذا سؤال مهم كيتطرح أغلبية في الفروض أو في الامتحانات. من ماذا يتشكل العالم؟ يتشكل العالم من 5 قارات ومحيطات. هناك 5 قارات اللي هي أوروبا، أفريقيا، أمريكا، آسيا، أوقيانيا، إضافة إلى القارة القطبية الجنوبية والشمالية. أنا علاش فضلت نعطيكم هذا الفيديو هذا وهذه الملخصات؟ لأن صراحة هذه الملخصات مزيانين بزاف. أنا درستهم للتلاميذ ديالي وعطاو نقطة إيجابية الحمد لله. يعني مختصرين بزاف، مختصرين في الدرس، يعني شي حاجه اللي هي قليله وفيها فائده، وغادي تحفظوها وتلقاو داكشي اللي حفظتوه هو اللي غادي تحط لكم في الامتحان ان شاء الله. داكشي علاش قررت ندير معكم هذا الفيديو هذا، باش اللي ما عندوش يستافد منهم، ما فيها بس. الخير فيما اختاره الله. بالنسبه للمحيطات كذلك ذكرناهم. دابا اين يقع المغرب بالنسبه لافريقيا؟ هذا سؤال تا هو كيتحط بزاف في الامتحان. شنو يعني موقع المغرب بالنسبه لافريقيا؟ راه كاين الجواب تحت منه. يقع المغرب في الشمال الغربي لافريقيا، ولديه وجهتين بحريتين: البحر الابيض المتوسط في الشمال والمحيط الاطلسي في الغرب. يسمح موقع المغرب في إفريقيا بنسج علاقات دبلوماسية واقتصادية. يعني الموقع ديال المغرب كيسمح لنا أنه نسجوا علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع مجموعة من الدول، خصوصا دول البحر الأبيض المتوسط. يعني الموقع ديالو كيسمح لي أنه ينسج علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع دول أخرى كدول البحر الأبيض المتوسط.
مثلا. مهم بالنسبة هذا بالنسبة للدرس الأول. بالنسبة للدرس الثاني اللي هو خريطة العالم، الكرة الأرضية. ندوزو هنايا أشكال تمثيل الأرض. يعني هنايا غادي السؤال اللي كيطرح بزاف اللي هو شنو هي الشكل، يعني الشكل ديال تمثيل الأرض. كاينين جوج، التمثيل الكروي والتمثيل المسطح، وقدامهم تعريف ديال التمثيل الكروي شنو هو التمثيل الكروي شنو هو التمثيل المسطح. وهنايا السؤال الثاني كيف يتم تمثيل الأرض. كيف يتم تمثيل الأرض؟ لتمثيل الأرض نقوم بوضع خطوط العرض، وهي عبارة يعني كاين تعريف ديال خطوط العرض كذلك، وخطوط الطول والتعريف ديالها. يعني ما عليكم فقط تحفظوا الملخص. هنا فيما تساعد خطوط الطول وخطوط العرض، يعني الجواب ديالي تساعد خطوط العرض في تحديد النطاقات المناخية. تابعوا مزيان هنايا في ماذا تساعد خطوط الطول وخطوط العرض. بالنسبة لخطوط العرض تساعدنا في تحديد النطاقات المناخية، وبالنسبة لخطوط الطول تساعدنا في تحديد النطاقات الزمنية. بالنسبة للدرس الثالث اللي هو هذا موقع وطني ضمن النطاقات الزمنية. الموقع الوطني ضمن النطاقات الزمنية. كاين النطاق الزمني هو منطقة، يعني التعريف ديال النطاق الزمني هو منطقة تتكون من 15 خطا طوليا تمتد شرقا وغربا خط غرينتش، ويساوي كل نطاق ساعة زمنية واحدة. وبالتالي فإن الأرض مقسمة إلى 24 نطاق زمنية ابتداء من خط غرينتش في اتجاه الشرق، ويتواجد المغرب غرب خط غرينتش. هنايا في الدرس هذا عاطينكم هنايا يعني شنو هو التعريف ديال النطاق الزمني، وكذلك الساعة الزمنية ديال هذه النطاقات الزمنية، وكذلك هنايا أين يتواجد المغرب يعني بالنسبة لهذه النطاقات. ويمكن حساب الوقت لتحديد الساعة في أي بلد، يعني وشنا هي الساعة اللي يعتمد عليها. يعني مثلا هنايا دايرين لكم GMT بلس 0. هنايا ابتداء من سنة 2018 واعتمد المغرب توقيت وسط أوروبا. يعني من ابتداء من 2018 هنايا اعتمد المغرب توقيت وسط أوروبا، يعني زاد ديك الساعة اللي كتزاد GMT بلس 01. يعني الحساب ديال وهنايا حساب الوقت لتحديد الساعة في أي بلد بالاعتماد على النطاقات الزمنية. يعني باش نحسبوا أي الوقت أو لتحديد الساعة في أي بلد في العالم كنعتمدوا على النطاقات الزمنية. هذا بالنسبة للدرس. هنايا أنا ما عرفتش واش مازال، كنظن مازال ما وصلناه. لا هذا مازال. انا غادي نشوف لكم غير الدروس اللي الان وصلت ليهم ان شاء الله في هذه الدوره. كان 1 3 2 3 الرابع غادي يكون عندكم حتى هو ان شاء الله. الرابع مازال ما اكثريه التلاميذ مازال ما غاديش يكونوا قراوه. هنايا موقع وطني ضمن النطاقات المناخيه العالميه الكبرى. ينقسم مناخ العالم الى 3 مناطق. مناخ العالم كامل ينقسم الى 3 مناطق اللي هما النطاق البيمداري الحار، والنطاق المعتدل، والنطاق البارد. هما قدامكم كل واحد التعريف ديالو باش كيتميز، واش بالاعتدال واش بدرجه الحراره. يعني كلشي قدامكم، ما عليكم الا ان شاء الله تكتبوه وتستوعبوه وتحفظوه ان شاء الله باش تكون نقطه ايجابيه ان شاء الله. هذا بالنسبه للجغرافيا. انا غادي ندوز دابا للتربيه المدنيه، اهم الدروس اللي قريتو في هذه الدوره ان شاء الله اللي هما هادو. هي التربيه المدنيه ولا على المواطنه كما بغيتو تسميوها. هنايا التربيه المدنيه. اول درس احترام قوانين الحريه والمسؤوليه. ماذا يقصد بالقانون؟ بعض حقوق الحريات، بعض الواجبات والمسؤوليات. انا غادي نحط لكم باش يبان لكم مزيان
هنا ماذا يقصد بالقانون؟ بعض الحقوق والحريات وبعض الواجبات والمسؤوليات. يعني فالدرس هذا كيبين لك فقط شنو هو القانون، وشنو هي الحقوق والواجبات، عفوا الحقوق والحريات وبعض الواجبات والمسؤوليات. يعني الحقوق اللي احنا من حقنا، وشنو هما الواجبات اللي واجبة علينا. هادشي اللي كاين في هذا الدرس هذا. ندوزو الدرس الثاني اللي هو أساهم في حماية حياتي الخاصة. كيف ذلك؟ يعني ماذا يقصد بالحق في الحياة الخاصة؟ يعني شنو هو الحق بالنسبة للشخص؟ يعني شنو هو الحق؟ وبالنسبة سؤال ثاني، من يكفل حماية حياته الخاصة؟ يكفلها الدستور المغربي في فصل 24. وقد يتعرض كل من مس بالحياة الخاصة للفرد إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسا، سواء استعمل الهاتف أو أي أداة أخرى. شنو هي المخاطر التي تهدد حياة الخاصة للأطفال على الانترنت؟ يعني اللي كيستعملوا الانترنت، بالنسبة للأطفال اللي كيستعملوا الانترنت، شنو هي المخاطر اللي كتهدد الحياة ديالهم؟ هذا ما يعني كلشي قدامكم، هادو هما أهم المخاطر. غادي ندوز دابا للدرس الموالي اللي هو أشارك في وضع ميثاق قسمنا وانتخاب مكتبي وتعاونيتنا. يعتبر ميثاق القسم القانون الذي ينعود إليه في حال وقوع خلافات داخل القسم. يعني هذا الدرس هذا كيعتمد كيهضر على واحد ميثاق القسم، يعني كيديروه أغلبية تلاميذ في القسم مع مكتب تعاونيتهم، أو يعني شنو هما المراحل انتخاب مكتبية تعاونية القسم، وشنو هي يعني كيف ننفذ برنامج تعاونية القسم. هادشي يعني إفوا كديروه مثلا في القسم راه غادي تعرف هادشي من تلقاء نفسك. يعني داكشي اللي درتيه اصلا اللي درتيه في القسم راه غادي عندك هنا في الملخص، إفوا غير تقرا الملخص راه غادي تعقل عليه. حتى فيما يخص هاد الدرس هذا، المهم هادوما اهم الحوايج اللي خصكم تعرفوهم على وضع ميثاق القسم. بالنسبه للدرس الاخر عرفت شحال دوزنا، 3. غادي نديرو هذا الرابع حتى هو ربما، لان كل مدرسه شحال ولا كل مدرس شحال من درس كيدير بالضبط. كاين اللي كيكون سابق دوز هاد الدروس كاملين، كاين اللي لا. هنايا اعبر عن رايي واحترم الراي الاخر. هذا فقط درس كيهضر على الراي الشخصي وكيفيه احترام راي الاخر. الرأي هو وجهة نظر أو حكم شخصي نكونه بعد تفكير حول موضوع معين. أن يكون لي رأي يعني أن أعبر عن وجهة نظري بكل حرية حول موضوع من مواضيع أو قضية من القضايا التي تهمني وتهم أقراني وتهم الجميع. لكي يكون لي رأي يجب اتباع الخطوات التالية. باش يكون عندي واحد الرأي خاصني نتبع شي خطوات. شنو هما هادو؟ أولا أكون رأيا بالتفكير، يعني غادي نكون واحد الرأي خاصني نفكر فيه مزيان ونكون الرأي ديالي. وعبر عن رأيي بحرية، كنعبر عليه بالحرية ديالي، يعني حتى واحد ما يمنعني. أفهم العلاقة بين الرأي والرأي الآخر، يعني يكون واحد الفهم بين هذا الرأي وهذا الرأي، خاصني نفهمه مزيان. وتقبل جميع الآراء، ونتقبل جميع الآراء ديال أي واحد. وهذا فيما يخص الملخصات. كنتمنى نكون وصلت لكم ولو القليل من هاد الدروس، ويكون عجبكم الفيديو يعني بطريقة اللي نتوما حبيتوها. وكنتمنى توفيق الجميع إن شاء الله ومسيرة موفقة لجميع التلاميذ. وشكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.